عاصم، يا عاصم، يا عاصم. في ايه؟ لا حبيبي مفيش اي حاجه خالص. يلا صحصح كده وتعالى نفطر مع بعض، بس انجز عشان عندي مواعيد مهمه جدا في الشركه. يلا يلا. يوه، الدولار عالي تاني. يا عاصم اخبارك؟ نمت كويس؟ تمام. كويس. امك حكيت لي على اللي حصل. ايه مالك؟ مفيش. لا انا مش معطل نفسي عشان تقولي مفيش. مالك؟ انت لسه بتضرب مخدرات؟ لا مش بضرب مخدرات. طب قول لي مالك؟ مفيش، كل الموضوع ان انا زهقت وقلت عايز ارجع، ما حصلش اي حاجه. ولا ما تصيحش على ابوك على الصبح. مالك؟ مفيش. برضه مفيش. اوكي، خلي المصحة بقى اللي حضرتك هتشرف فيها يقولوا لنا مالك وفيك ايه. احسن برضه. في ايه الفايل ده يا استاذ نادر؟ في التماس يا فندم، التماس لتحويل موكلة أميرة عبد الهادي محمد الطحاوي للمستشفى للكشف على قواها العقلية. بطلي شقاوة يا آية. تعالي يا حبيبتي اقعدي معانا. تعالي. شطورة. ايه يا جميلة انتي؟ البت دي هتروح المدرسة امتى يا بسمة؟ لسه بدري يا خالتي، السنة الجاية إن شاء الله تروح الحضانة. ربنا يحفظها ويبارك فيها وتشوفوها عروسة بإذن الله. وانتي اللي تزفيها يا خالتي وتزغرطي لها كمان. يا رب. بسمة، هما قالوا ايه على أميرة في البرنامج؟ وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم جو. امال في ايه؟ انت عارف انا خايف من ايه؟ انا خايف ان احنا في يوم من الايام نصحى من النوم ما نلاقيش الولد موجود في البيت. اصل السن ده بيعمل الحركه دي دايما. لا اطمن، اطمن يا سليم. حبيبتي انا مطمن طول ما انت موجوده في حياتي. رايح فين؟ خارج. عايز اي حاجه؟ لا يا حبيبي، هي اللي تكون متجوزة سليم بيه الخواجة هتحتاج حاجة تانية؟ بقالي 18 سنة ما سألتكش السؤال ده، أهو من باب التغيير. وانا اموت في التغيير. الالتماس بتاع عرضك على اللجنة الطبية في العباسية اتقبل. اتفضلي امضي هنا.
أميرة عبد الهادي الطحاوي. ايوه. اتفضلي. أنا الدكتور خضر مدير المستشفى. ازيك؟ الحمد لله. تشربي حاجة؟ شكرا. يا زينهم، اعمل كوبايتين من الخلطة بتاعتي. مكتوب في الأوراق هنا إن أنت جاية في قضية تسبب في عاهة لطالب عندك في المدرسة. ده حصل؟ حصل. ليه؟ عملت كده ليه؟ عشان هو حاول يعتدي عليا. يعتدي عليك ازاي يعني؟ ضربك مثلا؟ لا، يتحرش بيا. شكرا يا زينهم. اي خدمه يا دكتور. ده بقى يا ستي بابونج وزعتر وينسون، خلطة كده يعني طعمها مش ولا بد، بس مفيد وبيريحني. انت قلت لي بقى انه اتحرش بيكي. اتحرش بيكي فعلا ولا كان بيحاول يتحرش بيكي ولا ده احساس يعني؟ مش فاهم. لا، اتحرش بيا فعلا، مش احساس، ده حقيقه. ولما اتحرش بيكي ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي انا قلته مكتوب عند سيادتك في الملف. انا عايزك تحكي لي ايه اللي حصل. ما عنديش حاجه اقولها، انا كل اللي قلته في الملفات. انت عارف يا أميرة انت هنا ليه؟ عشان تخضعي للملاحظة ونقيم حالتك ونقدم بده تقرير للمحكمة. على فكرة ساعات الواحد بيعمل حاجات وما بيكونش في وعيه، ساعات بيبقى في وعيه وبيدعي الجنون، وعشان يثبت انه مجنون بيجي لنا هنا المستشفى. عموما كله هيبان في فترة وجودك معانا هنا في المستشفى. يا زينب، امر يا دكتور. امرك. اتفضلي.